السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. النهاردة إن شاء الله معانا شوية أفكار وشوية وصفات حلوة جدا هتوفر معانا بإذن الله في الميزانية. وزي ما أنا وعدتكم في فيديو ميزانية الفراخ إن أنا هطبق معاكم كله عملي بإذن الله. عملت في الفيديو اللي قبل ده وصفة حلوة جدا من ورك فرخة واحد بس. عملنا وجبة تكفي 4 أفراد ما شاء الله، وعملنا جنبها شوية سلطة. يعني كانت وصفة حلوة جدا. أتمنى لو ما شفتوش الفيديو ده ترجعوا تشوفوه. النهاردة كمان في سلسلة التوفير بتاعتنا هنعمل وصفة حلوة جدا برضو من التفريزات اللي احنا كنا عاملينها للفراخ. تابعوا معايا الفيديو وإن شاء الله تستفادوا من أفكارنا ووصفاتنا النهاردة. بس فضلا وليس أمرا، لو أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديوهات علشان يوصل لكم مننا كل جديد. وياريت تعملوا مشاركة للفيديو مع أصحابكم علشان الكل يستفاد من أفكارنا ووصفاتنا النهاردة، وعلشان القناة تكبر بيكم وليكم بإذن الله. ويلا بينا نبدأ يومنا النهاردة ببركة بسم الله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. في عربيات كده بتعدي عندنا بتبيع جوافة، قلت البنت انزلي هاتلنا كده جوافة علشان احنا مش عايزين نطلع الجوافة اللي احنا مفرزينها في الفريزر، علشان عايزين نخليها رمضان. فهي كان نفسها تشرب عصير جوافة، فقلت لها انزلي هاتلنا كده ونشوف هيديها لك حلوة ولا لا. اديها لها ما شاء الله حلوة جدا. نقيت بقى اللي حسيت ان هي طريه شويه، نقيتها وقلت اعملها عصير، والباقي حطيته في التلاجة علشان لو يحبوا ياكلوه او كده. لو انت عندك ولادك في المدرسه تقدري تحط لهم الجوافه في اللانش بوكس بتاعتهم. الجوافه يعني بتقعد فتره طويله من غير ما تبوظ ولا يجرى لها اي حاجه، وكمان فيتامين سي وفوائدها حلوه جدا. تقدر ولادك ياخدوها وهم رايحين المدرسه. فانا عملت عصير الجوافه، وكنت بحب اضيف له ليمون، بس ابن اختي كان موجود عندي وقال لي لا ما تضيفيش عليها ليمون. فانا عملتها كده من غير ليمون وعملتها بميه وكانت حلوه جدا. شربوا الولاد وبالف هنا وشفا. بعد كده بقى بعد ما عملت العصير كنا اصلا فطرنا من بدري، قلت ادخل اجهز الغدا. كنت مطلعه بانيه من اللي انا كنت عاملاه معاكم، دول 5 قطع من البانيه كنت انا عاملاه في فيديو التفريزات بتاعه الفراخ، وقلت هطبقها معاكم عملي ان شاء الله. دول 5 قطع كده طلعتهم، ولما فكوا كنت انا طبعا غسلاهم كويس جدا ومنضفاهم. بعد ما فكوا شطفتهم تاني وحطيت عليهم ديت بصل وفلفل كده، كنت انا عامله كفته من قبل، وصفيت كده البصل والفلفل وطلعت المية دي مرضيتش ارميها، حطيتها في الفريزر. فلما احتجتها قلت اطلعها، بتبقى حلوة جدا في الوصفة دي. وضفت كمان معلقة كبيرة من البهارات بتاعتنا اللي انا بحبها دي، وضفت كمان عليها عصير ليمون، حوالي معلقة كبيرة كده من عصير الليمون، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة صغيرة من الملح. طيب لو انت ما عندكيش مية البصل دي، تقدري مثلا تجيبي بصلايه صغيره كده وقرن فلفل وتضربيهم في الكبه، وبعد كده برضو تعصريهم وتحطي التفل بتاعهم في الفريزر، ينفعك في وصفه تانية، وتاخدي مية البصل دي. طب انت لو مش حابه تضيفي ميه بصل، تقدري تعملي بزبادي او لبن او لبن رايب، او حتى الشرش بتاع الجبنه القريش زي ما احنا كنا عاملينها مع بعض. وغطيتها كده بكيس وحطيتها في التلاجة كده تعيش مع نفسها شوية لحد ما البانيه يشرب التتبيلة بتاعتنا. تعالوا بقى نعمل وصفة كيك حلوة جدا، والوصفة دي انا بحبها قوي. جبت 1.5 كوباية من السكر، ضفت لهم نص كوباية من الكاكاو، وحطيت لهم 1.5 كوباية من الشرش بتاع الجبنة القريش، وتقدري تستبدليه بلبن لو تحبي، وكمان تقدري تستبدليه بمية. حطيت كمان كيسين من الفانيليا، وشوية كده من قشر البرتقال اللي احنا حاطينه في الفريزر. وكمان بقى جبت 1 كده من الهوهوز، تقدري تستغني عنهم، بس بصراحة بيدوا تطعيمة حلوة قوي لوصفة الكيك دي. حابة تجيبيه وتجربيها جيبيه، حسيت ان الموضوع هيبقى غالي قوي عليكي بلاش منه، استبعديه واعملي وصفة الكيك من غير الهوهوز ده. الميكس اصلا بتاع الكاكاو وبشر البرتقال بيخلي وصفة الكيك في حتة تانية خالص. جربيه وان شاء الله هيعجبك. ضفت لها كمان 1 كوباية من الزيت، وضربت كل المكونات دي مع بعض كويس جدا قبل ما اضيف البيض بتاعنا. انا عايزه المكونات دي تنضرب مع بعض كويس جدا علشان اخد جزء من الصوص ده احطه على وش الكيك بتاعنا. بصوا يعني الصوص ده بيبقى خطير خطير خطير، اتمنى ان انتوا تجربوه. ضربت كل المكونات كويس جدا لحد ما بقى ده شكلها. بعد كده بقى هاخد منه 1 كوباية بس او نص كوباية، ده معيار نص كوباية، وهخليها على جنب علشان انا هعمل كب كيك. بعد كده بقى هجيب تاني الخلاط بتاعنا وهضرب المكونات دي مع 2 بيضة. هضرب البيض كويس جدا مع الخليط بتاعنا لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض.
وكل ما تضربي في خليط الكيك بتاعك اللي هو اصلا الخليط السائل بيديكي كيك هش. بعد كده جبت 2.5 كوباية من الدقيق وهنخلهم كويس جدا، وهضيف لهم كيس من كيك شيف او معلقة كبيرة من بيكنج باودر العادي، وهضيف لهم كمان رشة من الملح او بما يعادل كده ربع معلقة صغيرة من الملح. هنخل كل المكونات دي، وبعد كده هنزل بالخليط بتاعنا على الخليط السائل على الخليط الجاف بتاعنا، وهضربهم كويس جدا في اتجاه واحد علشان الكيك بتاعي يفضل هش برضو ويرتفع ويفضل بالقوام المظبوط. بعد كده جبت قوالب الكب كيك، طبعا دي تبقى حلوة جدا للولاد في المدرسة، تبقى لو انت عايزه تعمليها في صينيه اعمليها في صينيه، لو حابه تعمليها في قوالب الكب كيك اعمليها في قوالب الكب كيك، بس انا حبيت تكون في قوالب الكب كيك علشان لو هياخدوها كده في اللانش بوكس بتاعه المدرسه ياخدوا القالب كده زي ما هو، ولا ايدهم تتوسخ ولا حاجه بالورقه بتاعه الكب كيك كده. بنتي بقى كانت جايبه شوكولاتايه كده وحبت تجود فحطيتها على الوش، دي اختياري يعني مش اجباري خالص، وتقدري كمان تضيفي شوكليت شيبس، تضيفي اي حاجه تحبيها، وتقدري تسيبيها زي ما هي كده زي الفل. حطيتها في الفرن على درجه حراره 180 درجه، انا مشغله الفرن من قبل ما اشتغل في خليط الكيك بتاعي. بعد كده بقى دي قرن فلفل احمر كده كبير انا حطاه في الفريزر، ديت من الفلفل اللي احنا كنا جايبين الكيلو منه ب15 جنيه، وكنا مفرزينه وعاملين منه صلصه وكده. فانا خدت بقى كام واحده فلفل كده وحطيتهم زي ما هم في الفريزر، تنفع في الوصفات اللي زي دي. هقطع بقى الفلفلايه الحلوه دي، ولو مش موجوده عندك مفيش مشكله، تقدري تستغني عنها وتحطي بس باقي المكونات. جبت برضو حوالي 4-5 طماطمات كده، قطعتهم برضو معاها وهضربهم كمان معاهم، وكمان قرن فلفل بس سبايسي وقرنين فلفل اخضر، وهضيف كمان عليهم بصلايه كبيره كده وكام فص ثوم. الميكس ده يا بنات حلو جدا، بيطلع لك صوص كده خفيف طعمه حلو مميز ومش هيختلف عليه اتنين، جربوه وان شاء الله هيعجبكم بنفس الطريقة كده. يبقى احنا هنضرب في الخلاط طماطم، انا حطيت بس فلفل احمر علشان ما كنتش حابة اضيف طماطم كتير، وعايزة كده الصلصة بتاعتي تبقى لونها احمر وقوي. تقدري تستبدلي الفلفل الاحمر بمعلقة كبيرة من الصلصة، بس انا بصراحة ما كانش عندي صلصة بيتي وما بحبش اجيب الصلصة المعلبة ابدا. ضفت لهم كمان نص كوباية من المية، وضربت المكونات دي في الخلاط لحد ما ادتني القوام الناعم ده. حطيت بقى معلقة كده من المادة الدهنية دي، حتة سمنة بلدي، حطيت لها شوية صغيرين من الزيت كده، ونزلت بقى بكل المكونات دي علشان انا عايزاها تتسبك معايا. ضفت لها معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من خلطة البهارات بتاعتنا اللي انا بستخدمها في كل الوصفات، ولو حابين تعرفوا خلطة البهارات بتاعتنا اكتبولنا في التعليقات. هسيبها بقى تتسبك، وبعد كده تعالوا نعمل وصفة حلوة جدا برضو صحية. انا جبت البطاطس كده بقشرها، البطاطس دي كنت جايباها ب15 جنيه في فيديو المشتريات. غسلتها كويس جدا بالفرشة بتاعة الخضار وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده، وضفت لها حوالي معلقتين كبار من الزيت، وكمان معلقة من خلطة البهارات بتاعتنا، وكمان معلقة من الزعتر، وشوية من الملح، وقلبت كل المكونات دي كلها مع بعض لحد ما تختلط مع بعض، وكل التتبيلة كده تتشرب في البطاطس بتاعتنا، وهدخلها الفرن. احنا طبعا عاملين الكيك وطلعناه وهوريهولكوا دلوقتي تحفة جدا. طلعته من هنا، حطيت البطاطس من هنا، وبعد كده بقى هنا التسبيكه بتاعتنا ابتدت تتسبك. حطيت لها معلقه صغيره من السكر علشان الحموضه، وحطيت لها كمان معلقه صغيره من هريسه الشطه بتاعتنا، وبعد كده طفيت عليها وسبتها على جنب لحد ما اعمل المكرونه. تعالوا بقى نعمل خلطه البانيه بتاعتنا. جبت بقى البقسماط بتاعنا الناعم، حطيت عليه شويه من الملح وشويه من برضو البهارات اللي احنا معتمدينها، وطلعت بقى الخليط بتاعنا، كنت سايباه كده في التلاجة يعيش مع نفسه شويه وكل التتبيله كده تتشرب في البانيه. جبت بضايه، وتقدري تستغني عن البضايه، بس انا بصراحه حبيت اجود كده وكان عندي بضايه، بس هي اختياريه مش اجباري. لو مش هحط البيض هحط بس معلقه كبيره من الدقيق، انا كده كده عامله التتبيله بتاعتي وزي الفل. هحط بيض يبقى هحط بضايه واحط معلقه كبيره من الدقيق. طيب لو ما عنديش بيض ومش هحط بيض، هحط بس معلقه برضو كبيره من الدقيق علشان الكفر بتاع البقسماط يمسك في قطع البانيه بتاعتنا. اهم حاجه قلبي الدقيق كويس جدا، خلي كل قطعه من البانيه تكون متغلفه بالدقيق، وما تخليش الدقيق يكون مكلكع، لا قلبي كويس جدا وتاكدي ان كل المكونات اختلطت مع بعض، والدقيق كمان اتشرب من التتبيله بتاعت البانيه. بعد كده هبتدي احطها في البقسماط، شايفين هنا قطعة البانيه زي ما انا بقول لكم كده، يعني متشربة من الدقيق ومن البيض.
هبتدي بقى اضغط عليها كويس جدا علشان اتاكد برضو ان قطعه البانيه اتشربت من التتبيله. لو تلاحظوا كده قطعه البانيه ما شاء الله قطعه يعني سخيه مش رفيعه، لا ما شاء الله قطعه تخينه جدا. وهوريكم شكل البانيه في الاخر باذن الله لما نسويه. يا ريت لو ما شفتيش فيديو التفريزات بتاع الفراخ تشوفيه، من 4 فرخات عملنا ما شاء الله حوالي 16 وجبة، بس ما شاء الله وجبات حلوة يعني تسد معاكي. فأتمنى ان انت تشوفيه وتجربيه لان بجد هيفرق معاكي كتير جدا بإذن الله. هنا بقى جايبة الماسك او شوكة او اي حاجة علشان انا مش عايزة ايدي تتملي من البقسماط واضيع البقسماط كله في ايدي وايدي تتلحوس وكده، لا ببتدي اجيب القطع البانيه بالماسك كده او بالشوكة واحطها على البقسماط، وبعد كده ابتدي اغلف بايدي. اهم حاجة اضغطي كويس جدا على قطعة البانيه. حطيتهم كلهم على بعض كده وخلصت كل الكمية. وهنا بقى حطيت ملح في مية السليق بتاعة المكرونة، هي خلاص غليت معايا. هبتدي انزل بقى بشوية المكرونة بتوعنا، انتي برضو حسب ما انتي حابة تحطي مكرونة قد ايه. فانا عملت هنا حوالي كيلو الا شوية. وهنا البانيه شغال معانا، درجة حرارة الزيت يكون ساخن بس نار متوسطة، ما تكونش نار عالية علشان البانيه ما يتحرقش من بره ويكون ني من جوه. اديت المكرونة تقليبة كده وهسيبها تغلي غلوة معانا. ودي شكل البطاطس بتاعتنا بعد ما طلعتها، تحفة جدا وطعمها مميز، اتمنى ان انتوا تجربوها. هنا المكرونة بتاعتي خدت غلوتين، طفيت النار وسبتها تستوي، بتستوي بمنتهى السهولة والسرعة لما بعمل الحركة دي وبتوفر معايا غاز. ده شكل الكب كيك بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. قعد معايا حوالي ربع ساعة، ما بياخدش وقت كتير في الفرن وبيطلع زي ما انتوا شايفينه كده. وتقدري تختبريه بخلة علشان تتأكدي من درجة السوا. طعمه حلو جدا، اتمنى ان انتوا تجربوه ان شاء الله هيعجبكم. وهنا بقى مش عارفة المقطع بتاع المكرونة راح فين، بس ده كان غدانا النهاردة. شوية مكرونة، شوية بطاطس حلوة جدا، شوية سلطة، البانيه بتاعنا. يعني ما شاء الله وصفة حلوة جدا، وجبة متكاملة، وما شاء الله تكفي يعني اكتر من 5 افراد. انا قطعت قطعة البانيه كده الاتنين، ما شاء الله عملت معايا كمية حلوة جدا. اللهم اطعم كل جائع على وجه الارض، اللهم امين يا رب العالمين. وده شكل الكيك بتاعنا بعد ما شلناه من قوالب الكب كيك. شكله حلو جدا وطعمه مميز، والصوص انا هوريهولكوا. تقدري بقى تعملي فتحة كده في قوالب الكب كيك وتحطي تحشي الصوص بتاعنا، بس انا ما حبيتش اعمل ده علشان لو الولاد هياخدوها معاهم المدرسة ما تبهدلهمش وكده. فكانت حلوة جدا وكانوا حاطين شوكولاتة على الوش. بصوا الكيك هشة جدا وطرية وريحتها يعني ما شاء الله حلوة حلوة بجد. اتمنى ان انتوا تجربوها لانها فعلا مميزة وتستحق التجربة، وولادك مش هيشتروا كيك من بره خالص. انا كنت عاملة كمان صينية صغيرة كده من الكيك، حطيت عليها الصوص اللي احنا كنا سايبينه على جنب وسبتها تتشرب. وهوريكم شكلها بجد متشربة الصوص، يعني هي طالعة من الفرن كده. لو هتعملي في صينية كبيرة اول ما تطلع من الفرن ابتدي اسقيها بالصوص ده، هتشربه وهيديكوا طراوة وطعم حلو جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا وصفاتنا النهاردة، واتمنى ان شاء الله ان هي تعجبكم. وبكده يومنا النهاردة يكون خلص. اتمنى ان افكارنا ووصفاتنا تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد من ايام طباخة مصرية. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.